في ليلة واحدة في بني سويف، قاعة مفروض تكون مليانة نور ومسرح وتصفيق، اتحولت لمكان الناس معرفتش تنسى صمته لحد النهاردة. والأغرب إن علامات الخطر كانت موجودة من بدري جدا، بس محدش وقف عندها. أنا هحكي لكم عن ليلة شكلها كان عادي جدا في الأول، ليلة عرض مسرحي، ناس جاية تتفرج، فنانين واقفين ورا الستار، وأضواء بسيطة عاملة جو فيه حماس وتوتر في نفس الوقت. المكان كان قصر ثقافة بني سويف، قاعة مفروض تكون رمز للفن، رمز للناس اللي بتحب المسرح والكلمة والصوت. لكن من أول ما دخلت كان في إحساس غريب، مش خوف، لأ، أقرب لقلق ساكت. الهوا كان تقيل شوية، الناس متجمعة أكتر من اللازم، والحركة جوه المكان مش مريحة. في ناس بتسأل هو ده المخرج فين؟ وغيرهم بيرد ما تقلقش، كله تمام. لكن كلمة تمام دي كانت آخر حاجة ينفع تتقال هناك. في تفاصيل صغيرة كانت مقلقة من قبل العرض، ديكور قريب من مصادر إضاءة، ممرات مش واسعة كفاية، وأحاديث كتير عن إن المكان محتاج استعداد أحسن. بس الليلة كانت ماشية، والناس قالت العرض لازم يبدأ. الستارة اتحركت والناس سكتت. في البداية كل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي، أداء على المسرح وإيقاع هادي، وعيون الجمهور مركزة مع كل حركة. وبعدين حصل اللي ما كانش حد متوقعه.